برودكتس كتير بنشتريها علشان شعرنا لحاجتين، يا اما نعالج بيها شعرنا يا اما علشان نعمله حاجه معينه سواء كيرلي او ليس. بس من الحاجات اللي دايما بننساها هي فرشه الشعر. فرشه الشعر من الحاجات الاساسيه اللي بتحدد شكل شعرك. النهارده هنعرف معظم انواع الفرش واستخدامها وكمان ايه نوع الشعر المناسب ليك. دي الفرشة اللي بتستخدميها لو شعرك غزير علشان تفكي عقده الصغيرة، ولو شعرك خفيف علشان تدي فوليوم لمنطقة معينة في شعرك، بس ما ينفعش تستخدميها مع أي هيت علشان ممكن الماتيريال بتاعتها تسيح. اكستنشن برش، لو عاملة شعرك ويفي أو كيلي والفصل بتاعته كبيرة فهي دي الفرشة البيرفكت ليكي علشان تقدري تفكي بيها شعرك، لأن مفيش كور صغيرة من البلاستيك في أسنانها من فوق، فتقدر تفك شعرك من غير ما تبوظ شكله أو من غير ما شعرك يفك. The Metal Round Brush، دي الفرشة اللي بنستخدمها أثناء ما احنا بننشف شعرنا بالسشوار في البيت. دي الفرشة اللي بتخلي شعرك البلك يبقى سموث، استخدميها لو شعرك غزير. بعكس البول راوند برش، دي الفرشة اللي بتستخدميها لو شعرك خفيف أو طويل، رغم إنها أصعب من الميتال راوند برش إلا إنها بتدي فوليوم لشعرك لأنها بتعمل تنشن ما بين خصلات الشعر. لو عرفتي تستخدميها فهتدي بروفيشنال لوك لشعرك. أما الميكسد بريستل راوند برش فهي بتجمع ما بين الاتنين، يعني أسنانها النايلون بتمشي مع شعرك وتسرحه بسهولة، وأسنانها البور بتدي غزارة لشعرك وبتعمل فوليوم وبتوزع الأويلز في فروة راسك صح. من الحاجات اللي لازم تعمليها كل يوم هو إنك تنضفي الفرشة بتاعتك من أي بواقي شعر فيها. ومن الحاجات اللي لازم تعمليها كل شهر هو إنك تحطي الفرشة بتاعتك في مية سخنة وعليها شامبو وتسيبيها لمدة ساعة، بعد كده تغسليها. ده بلاستيك بادل برش، دي الفرشة اللي بتستخدميها لو شعرك غزير، حجمها الكبير بيغطي مساحة كويسة من فروة راسك، وأسنانها الواسعة بتفك شعرك من غير ما تبوظ الباترن بتاعه. بعكس البور بادل برش، دي الفرشة اللي تقدري تستخدميها مع الشعر الخفيف أو المتوسط لأنها بتعمل فوليوم وتعمل تنشن ما بين شعرك. كمان تقدري تستخدميها مع السشوار. لو انت مش بتعرفي تستخدمي الراوند برش تقدري تستخدمي البادل برش، انت بتسرحي شعرك تستشوري شعرك من غير ما تاخدي خصلة خصلة وتحطيها على الراوند برش. The Mixed Bristol Bundle Brush، دي للشعر الكيرلي او الغزير، بتستخدميها اثناء ما انت بتسرحي شعرك. بتتكون من حاجتين، من اسنان نايلون ودي علشان تسرح شعرك بسهوله، ومن اسنان بور علشان تقدر توزع الاويلز بتاعت شعرك فيبقى شعرك هيلثي اكتر. تيزنج برش، لو عايزه تعملي فورمه في شعرك معينه ومحتاجه فوليوم من قدام فالتيزنج برش هي بيرفكت ليكي علشان اطوالها المختلفه بتقدر تساعدك في ده. بتاخدي خصله من شعرك وتسرحيها لورا، بعد كده بتحطيها وتسرحيها من قدام علشان يبان طبيعي. بس لو انت مش عاوزه تستخدمي التيزنج برش وتسرحي شعرك لورا وتعقديه، استخدمي الفوليومايزنج برش، بتشيل اي ستاتيك ما بين خصلات شعرك فبتدي فوليوم لشعرك ومش بيقع فلات لفتره طويله. السكالب برش، لو انت شعرك كيرلي او غزير او بيتعقد بسهوله اكيد بتلاقي مشكله كبيره اثناء ما انت بتغسليه بالشامبو لانك مش عارفه توصلي الشامبو لفروه راسك صح. علشان كده استخدمي السكالب برش بعد ما تحطي الشامبو على طول على شعرك، علشان هي بتقدر تعمل مساج لشعرك وبتاخد اكبر فايده من الشامبو وتوصله لفروه راسك. The Boar Bristle Brush، استخدميها لو شعرك خفيف او متوسط، بتحفز فروه راسك علشان تقدر توزع الاويلز بطريقه متساويه بين شعرك فبتخلي شعرك هيلثي اكتر. The Vented Brush، دي الفرشة البيرفكت ليكي لو شعرك قصير. The Detangling Brush، دي الفرشة اللي معظمنا عارفها وبيستخدمها، الفرشة اللي بتستخدميها لما شعرك بيكون ملزق أو معقد وانتي عاوزاه يبقى سموث وفريش. The Wet Brush، دي الفرشة اللي بتقدري تستخدميها وهو شعرك مبلول علشان تفكي عقدة صعبة فيه. The Diamond Brush، دي الفرشة اللي بتستخدميها لو شعرك طبيعي، شعرك مش بيحتاج لحرارة أو شعرك مش بيحتاج انك تعمليه كيرلي. في ناس بتحبها علشان بتفك عقد الشعر الكيرلي أو الغزير، وفي ناس بتكرهها علشان بتخلي شعرهم ملزق. كل اللي اقدر اقوله انك لو استخدمتيها صح هتاخدي اكبر فايده منها. The Makeup Brush، بعد ما بتعرضي شعرك لحراره السشوار او المكوى بيكون في فاين هيرز من قدام محتاجه تنيميها. كل اللي عليك انك تحطي مثبت الشعر على الميك اب برش، بعد كده تمشيها على الخصل اللي مضايقاكي وهتلاقيها نامت. وزيها برضو الاتش برش للبيبي هيرز. The In Shower Brush، لو انت بتستخدمي علاج لشعرك وعايزه توزعيه على شعرك بالتساوي استخدمي الفرشه دي، حطي العلاج من فوق بعد كده سرحيه بيها وهتلاقي شعرك كله توزع عليه العلاج بالتساوي. سرحي شعرك من تحت لفوق وما تسرحوش هو لسه مغسول، استني عليه لحد ما ينشف سنه بسيطه وبعد كده ابداي سرحي فيه. كده انت مش هتلاقي كميه كبيره من شعرك وقعت بعد ما تخلصي. اخيرا لو عندك معلومه تقدري تفيدينا بيها عن شعرك احب اسمع رايك في الكومنتس، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير على فيسبوك وسبسكرايب على اليوتيوب شانل. اشوفكم الفيديو الجاي.